السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة معانا فيديو جديد. العيد بقى كل سنة وانتم طيبين، ما يحلاش بقى من غير التسالي الحلوة اللي احنا بنعملها في البيت كده. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. أولا نسمي بسم الله. هنبدأ بالحلبة. الحلبة منقيينها طبعا، وهنبلها حوالي ساعتين أو 3 مية عادية خالص. هنبلها ونسيبها حوالي ساعتين أو 3 بس مش أكتر من كده. وبعد ما تتبل ساعتين او 3 هنصفيها، هنغسلها كويس ونصفيها كده في مصفى. ونبدأ بقى نعبيها. احنا ممكن نعملها في مصفى، ممكن نعملها في اي حاجة مخرمة، او نعملها في قراطيس زي ما انا بعملها كده. في ناس القراطيس بقى بتبقى ايه، حكماها وماسكة الحلبة كده وبتخليها ايه، الحلبة متماسكة ومزرعة كده. الحلبة المزرعة طبعا فايدتها حلوة، ويعني ناس كتير بتحبها وبتبقى على الريق جميلة كده ناكلها في العيد. هعملها قراطيس كلها كده وهخلصها، والكمية اللي هتفضل اسيبها في المصفى عشان يبقى عندنا ايه، آه، يعني النوعين. وهغطيها بقى بحتة قماشة، وكل ما القماشة تنشف مية يعني ايه اسقسها كده بالمية حوالي يومين لحد ما تزرع معايا بقى. هنعمل الترمس، بليت الترمس من بالليل للصبح. تضاعف حجمه، حطيته بقى على النار في ميه كتير وحطيته ايه يتسلق. ومعايا الفول المقلي او الفول المشوي، او زي ما بتسموه الفول المقلي او الفول المشوي. هحط طاسة على النار ناشفة خالص من غير زيت ولا اي حاجة خالص. ومعايا الفول طبعا ناشف برضو مش مغسول ولا اي حاجة. هحطه وهفضل اقلب فيه في الطاسة لحد ما ياخد اللون بقى من كل الجوانب كده. عايزينه يتقلي او يتشوي اللون المسمر الحلو في الفول كده، وريحة الفول تطلع معايا. هفضل اقلب فيه كده على نار هادية بالراحة لحد ما ايه، ما اللون اللي احنا عايزينه وريحة الفول تطلع. هبدأ احط له مية باردة خالص، مش مية مغلية ولا حاجة، مية باردة. بعد ما ياخد اللون اللي احنا شايفينه القمر ده هنحط له مية باردة، مية كتير. وهنشيله بقى من على النار ونغطي عليه ونسيبه لحد ايه، يعني لو احنا عاملينه من الصبح كده هنسيبه لحد المغرب او من المغرب للصبح لحد ما ايه، ما يبوش بقى، عشان يعني يعتبر ده السوا بتاعه بالمية اللي اتحطت عليه. وهيتغطى الترمس بقى شغال على النار كده زي ما احنا شايفين. هبدأ اشيل الريم من عليه وهقلبه. هياخد الترمس هياخد من حوالي من 10 دقايق لربع ساعة لحد ما احس ان هو خلاص استوى. ايه هغطي عليه، هطفي عليه النار واغطي عليه واسيبه برضو لحد ما ايه، يعني لو انا عاملاه برضو المغرب هسيبه للصبح في ميته، او من الصبح للمغرب. وفي مية السلق معايا برضو الحمص نفس الكلام، برضو هبله من المغرب للصبح او من الصبح للمغرب. وبعد ما يتبل ويتضاعف حجمه هبدأ احطه على النار برضو يغلي، برضو نفس الكلام زي الترمس. هياخد برضو من 10 دقايق لربع ساعة. ممكن يزيد شوية عن الترمس الحمص يعني. وهسيبه برضو بعد ما يغلي كده من حوالي ربع ساعة، هسيبه برضو في ميته من بالليل للصبح. لحد برضو ايه ما يستوي معانا كويس. معايا بقى الترمس بعد ما سبته هو والفول من بالليل للصبح، هبدأ بقى ايه اغسلهم واغير عليهم ميتهم. وايه يعني الفول والترمس، انا الترمس غيرت عليه وسبته يوم طول النهار. اغير عليه لحد ميته ما بقت حلوه. الترمس ده حلو مش مر، الترمس حلو فبيستوي معايا على طول. بعد ما غسلتهم بقى كويس الحمص والفول والترمس زي ما احنا شايفين هعبيهم في علب، علشان ابقى احطه في التلاجة. طبعا الجو حر ما ينفعش يتحط ايه بره، الجو حر. فهبدأ بقى احط ليمون وملح وشطة للي حابب، شطة اختياري. هقلب بقى الترمس كله. هحط الملح طبعا بالمقدار اللي احنا حابينه، حادق او دلع زي ما احنا عايزين، على الترمس وعلى الحمص وعلى الفول زي ما احنا شايفين. الحلبة ما شاء الله بعد يومين زي ما احنا شايفين كده خلاص زرعت. دي الحلبة المكمورة معانا او المزرعة. ما شاء الله يعني بالطريقة دي حلوة. والقرطاس بقى متساوي للي يعرف ايه ياكل كده زي ما احنا شايفين. هفك القراطيس كده. وطبعا معايا برضو الحلبة اللي انا عاملاها في المصفى، برضو مزرعة نفس الكلام للي حابب يعمل في المصفى او اللي حابب يعمل في القرطاس زي ما انا عملت كده. زي ما انا قلت لكم طبعا الترمس والحمص والفول
هنحط له الملح ونظبطه والشطة والليمون كده عشان ايه يدينا طعم حلو. هبدأ بقى اقدم الطبق بتاعي زي ما احنا شايفين كده، التسالي بقى بتاعة العيد. كل سنة وانتم طيبين بقى، العيد ما يحلاش بقى من غير التسالي الحلوة ديت. جربوا بقى الفول المقلي او المشوي زي ما انتم بتسموه، والحلبة بالطريقة ديت، والترمس كمان ما شاء الله. يلا اجربوا بقى الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم. كل سنة وانتم طيبين، سلام عليكم.